اما حياتك تبقى شبه مجسم سداسي ملوش ملامح وبتمشي بروتين ثابت، يبقى اخر الطريق اكيد جحيم. صاحبنا صاحب حكاية النهاردة رمى المجسم الفاشل ده ورسم سهم لفوق علشان يحقق لنفسه ولأسرته الراحة والرخاء المادي. ضيفنا ساب المرتب الثابت ودخل مفرمة المشاريع وكبر مشروعه، وبعدين أجره واشتغل موظف تاني بس بدرجة رئيس مجلس إدارة بمرتب يمكن الضعف أو ضعفين مرتبه الأولاني. ضيفنا هو صديقي الوحيد المقرب أحمد عادل. ازيك يا أحمد؟ وعايزك تقولي انت بدأت ازاي لحد ما وصلت للنهارده. خد وقتك في الإجابة واحكي بالتفاصيل. ازيك يا محمد اول. حلوه المقدمه الجميله دي، بس انت زودت فيها شويه، يعني انت اديتني قدر اكبر من قدري. إيه، مش عارف نبتدي منين الاول، بس ممكن نبتدي لك من بدايه القصه، من البدايه من الاول خالص. هو انا ليه اصلا يعني شخصيتي كانت كده، وليه مشيت في المسار ده اصلا من البدايه. إيه، بداية القصة أصلا إن أنا من صغري اتربيت على إن أنا أكون إنسان ذو قيمة، وإن أنا أحب أقدم حاجة ليها قيمة. ما ينفعش أشتغل من غير ما أقدم حاجة مميزة أو حاجة قيمة. البداية كانت إن والدي أصلا ربنا على الكلام ده من صغرنا. كانت البداية طبعا زي اي حد في صغره، كان الاول بيحب يعمل مشاريع صغيرة وتفشل، ويبدأ مشروع تاني وتنجح او من وجهة نظرنا واحنا صغيرين ما كناش فاهمين ان النجاح صح. كنا فاكرين النجاح ان هو عائد مادي سريع. ما كناش فاهمين ان النجاح المشروع ان هو استمراريته، وان هو يحقق اهداف، مش شرط اهداف مادية في البداية. طبعا بعد كده اتخرجت. لما بدأت دخلت في الجامعة اتخرجت، وزي أي أغلب الشباب، يعني يمكن 99% من الشباب دلوقتي أول ما بيتخرج بيدور على وظيفة. لما اشتغلت في الوظيفة كان عندي طموحات برضك إن أنا أكون إنسان ذو قيمة وأقدم حاجة. للأسف أغلب الوظائف عندنا دلوقتي بتبقى أنت ترس صغير، وفكرة أنت تكون إنسان مبدع أو تقدر تقدم حاجة في الشغل بتبقى صعبة شوية. انا كنت اشتغلت في شركة كبيرة، كذا شركة كبيرة، ومع الوقت رغم ان انا كان دخلي كويس جدا في الشركة وقتها، وما كانش عندي اي متطلبات مادية في الاول، يعني ما غيرتش مسار عشان متطلبات مادية. طبعا ما كانش مش دخل عالي جدا، بس بالنسبة لي وقتها كان دخل كويس يعني. كنت حاسس ان انا مش عارف اقدم حاجة، ان انا ما بعملش حاجة. انا كل اللي انا بعمله بروح الشغل، اعمل الخطوات المطلوبة مني وامشي، لكن ان انا بقدم حاجة او ان انا ببدع او ان انا بحقق ذاتي او ان انا بحس يعني بالمتعة في الشغل من اللي انا بقدمه، ما كانش ده موجود. فده خلاني ابدا افكر ان انا اعمل حاجة خاصة بيا، والحاجة دي تكون وراها انجاز، وراها نجاح، احس بالادرينالين بتاع النجاح في الشغل. طبعا كانت بداية الفكرة اصلا ان انا كنا في صغرنا كنا اتكلم عن المشاريع نفسها بتفاصيلها. بدأت فكرة أرنب دليفري. فكرة أرنب دليفري دي جات لي أصلا من واحنا صغيرين. كان والدي بيربي أرانب في البيت، وتدريجيا مع الوقت بدأنا الإنتاج كان يزيد، فبدأنا إن احنا نوزع على قرايبنا. فكان قرايبنا بيستحسنوا جودة الحاجة، فكانوا يقولوا لقرايبهم، وبدأت دايرة المعارف بتاعتنا توسع مع زيادة الإنتاج. وكان عندي عجلة وانا كنت اروح اوصل انا واخويا الشغل معاه. فانا جات لي الفكرة دي من ان انا كنت شايف دايما ان وجود حلقات وسيطة ما بين الانتاج وما بين المستهلك، ده بيستهلك يعني جزء مادي كبير. فقلت طب انا ليه ما نعملش مشروع ان احنا ننتج ونوصل للمستهلك بشكل مباشر، ويكون العائد المادي ده كله داخل المؤسسة اللي احنا بنأسسها. فعملت فعلا. ده كان وقتها كنت لسه ما زلت شغال في الشركة،
وعملت مزرعة صغيرة، وبدأت ان انا اسوق انتاجي على النت. طبعا ما كنتش متخيل ان ممكن الانتاج ده يتباع، او ان حد ممكن يشتري مني من غير ما يعرفني. تدريجيا بدأ الموضوع يشتغل، وبدأت الدايرة توسع زي ما كنت بحلم، والإنتاج بدأ يزيد، السحب بدأ يزيد الإنتاج عندي، وبدأ يزيد السحب. بس يعني ربنا قدر إن حصل لي دروب في الإنتاج، فده خلاني أخش في حتة كده، إن أنا كنت داخل على موسم وقتها، موسم رمضان، و... والإنتاج عندي حصل فيه دروب، خلاني ما عنديش إنتاج. فلجأت ان انا اخد من مزارع تانية شغل، ومن المزارع ديت ان انا اخد منها وابيع عندي على الصفحة. فده خلاني اتحول بقى للمرحلة الوسيطة، ان انا لقيت ان انا لغيت مرحلة الانتاج، لان كان الانتاج محتاج تركيز جامد، ما ينفعش مع التوزيع في نفس الوقت. فبدأت اتجه ان انا اشتري من المزارع بسعر رخيص، وان انا ابيع بسعر كويس بردك. فده خلى الموضوع يتجه معايا ان انا ابعد عن التربيه. الموضوع بدأ يتطور اكتر من موضوع ان انا اشتغل في صنف الارانب بس، بدأت ادخل اصناف تانية، والمشروع بدأ ينجح اكتر. الموضوع خد مراحل كتير جدا، يعني الموضوع ما نجحش في يوم وليلة. ان انا اعرف ان انا اطور الصفحة ده كان حاجة صعبة، وان انا ازود العملاء، والصبر اهم حاجه. لان انا كنت تدريجيا مثلا، يعني كان في البدايه الاول ان يجي لي اوردر في اليوم، ده كان حاجه جميله جدا وحاجه صعبه. تدريجيا لقيت الموضوع بدا يزيد، 4 اوردرات 5 اوردرات، الموضوع بدا يتطور. بدات افكر ان انا اخد محل، وان انا اوزع انتاجي منه. سنه سنه بقيت محتاج ديليفري يوصل. الموضوع بدا يتطور ان انا محتاج صنايعيه معايا، وبعد كده تطور اكتر ان انا بدات اعمل خدمه عملاء. من ضمن النقط اللي انا كنت مهتم بيها في بداية مشروعي، ان انا اتخيل المشروع ده لما يكبر هيبقى شكله عامل ازاي، فابدا هيكله من هو صغير، اعمله الهيكله بتاعته والاداره بتاعته من هو حجمه صغير. وده انا يعني نفعني جامد لما حصل لي دروب، ان انا اضطريت ان انا، او مش اضطريت، حصل لي ظروف بعدتني عن الشغل فجأة. فلما بعدت عن الشغل استمر من غيري، وفضل ناجح ومستمر. لا، هو انا ما فشلتش، بالعكس انا قدرت، يعني بعد الدروب اللي حصل لي في الانتاج دوت، انا عالجت المشكله واستمريت. بس الفكره ان انا بدات اغير اتجاه تفكيري، لقيت ان المشروع فيه جزء ناجح جدا، وجزء مش ناجح قد كده. وفي نفس الوقت ان انا محتاج اركز مجهودي في جانب واحد. فكان التركيز في التجاره والانتاج في نفس الوقت صعب. بس انا فعليا كنت نجحت في الانتاج، وان انا مجرد ان انا نجحت ان انا اعدي من الدروب اللي حصل ده في الانتاج، وان انا ارجع استمر تاني اشتغل، ده كان نجاح في الانتاج. بس انا لقيت ان الافضل ان احنا نبدا نركز في حته التسويق، ان انت يعني تاخد مجهود جامد في التركيز في انت تطلع منتج كويس، وفي نفس الوقت ان انت تركز ازاي تسوقه وازاي توصل للعميل. الموضوع صعب انك تركز على اتنين في نفس الوقت. انت عارف ان اغلب الناس اللي احنا سجلنا معاهم فيديوهات كان ناس تقيلة جدا، بدأوا بتربية الارانب وخدوا الخطوة ان هم يبقوا تجار في الاخر. زي واحد مثلا بدأ بتربية الارانب وبقى اكبر مصنع علف مثلا، ممكن نقوله في مصر مش في اسكندرية بس. واحد تاني بقى اكبر مصنع بطاريات، ابتدى بتربية الارانب في البيت، وبعد كده مزرعة، وبعد كده اتنقل للتجارة. في حاجة اسمها التكامل الامامي والتكامل الخلفي. يعني انت مثلا بتشتغل، انت عايز وصلت خلاص جبت اخرها، وعايز عندك راس مال اكبر وتقدر تشغله في حاجة اكبر، فتتجه لتصنيع العلف. مثلا حد تاني اتجه لتصنيع البطاريات، دي يعتبر حاجة اكبر. فهو دايما الارانب مع الناس اللي احنا اتكلمنا معاهم بتبقى خطوة للتجارة. وساعات بنفضل زي ما احنا، المربي يفضل زي ما هو منتج زي حالاتي كده. بس انا يعتبر برضو اقدر اقول ان انا منتج، ان انا مربي ومنتج وتاجر في نفس الوقت. خدت الاتنين مع بعض، يعني اللي هو الاساس. طب انا اقول لك على حاجه كويسه. قول. انا شايف كان افضل لي، ودلوقتي لما باجي براجع نفسي، ان انا كنت اعمل زي ما انت بتفكرت كده اهو، ان انا اركز على ان انا احافظ على المنتج
على منتج واحد وان انا اسوق له. مم. فكره ان انا اللي خلاني عملت كده ان انا بدات اتوسع في التوزيع والتجاره. اصل اي مصنع بينتج اي شيء لازم يبقى بيصنع وبينتج، بيصنع وبيسوق وبيبيع. ما ينفعش يبقى بيصنع وبيدي للمحل او بيدي للتاجر على طول كده وخلاص على كده. فاهمني؟ هي الفكره انت بتبقى قدامك يعني ايه اختيارات، ان انت لازم تضحي بحاجه. يا اما تتوسع في ان انت تبقى تمتلك المنتج بتاعك من اوله لاخره، من اول انتاجه لغايه اخره. ده يا اما قمة يا اما العظمة. تاخد جزء من مرحله التسويق وتتوسع فيها نفسها. يعني انا دلوقتي يا اما تاخد الموضوع من اول يعني انا شايف ان كل اللي في السوق قدامه ما قداموش اختيارات تانية غير كده. يستمر من اول انتاج الارانب لغايه تسويقها ويتوسع حوالين المنتج ذات نفسه، يعني مثلا بطاريات، علف، كلام من ده، ما يبعدش بردك عنها. يا اما يعمل مثلا زي ما انا عملت ويبعد عن موضوع الانتاج ويبدا يخش في تسويق منتجات تانية زي منتجات الارانب. فان انت يعني تتوسع افق يا راس، ما ينفعش اتنين في نفس الوقت. تفتكر التجارة بيع مثلا للمستهلك على طول الأرانب، إنك تشتري الأرانب من المزرعة وتذبحها وتجهزها بشكل شيك جدا وتبيعها للمستهلك، ده في ربح أكبر ولا إنك تنتج الأرانب انتاجها فقط؟ إنتاجها فقط لا. وبيع للتاجر؟ انا من تجربتي اللي انا مريت بيها في تربيه الارانب، ان مفيش حد، انا شفت يعني تابعت ناس كتير من اللي بتربي واسماء كبيره يعني. ما شفتش حد نجح فقط في تسويق الارنب كمنتج لحم فقط. لازم يوجد له حلقه جانبيه تدعم المشروع. الارانب كدخل ثابت كويس، بس مش بتغطي، مش بتحقق الربحيه اللي تخليك دايما تستمر. يعني لو انت بتنتج لحم بس وبتبيعه للتاجر مش هتقدر تكمل. مفيش حد كمل في الارانب بالمنظر ده. أنت تعرف إن أنا بنتج الأرنب وأقعد أربيه شهرين ونص مثلا واكسب مثلا يعني في الكيلو جنيه، وان انا ابيعه للمستهلك في لحظة بكسب برضه في الكيلو جنيه. يبقى انت كسبت من ناحيتين. كسبت من ناحيتين. لكن انت لو فانت متخيل التربية بتقعد شهرين ونص عشان تربي الارنب وتكسب فيه جنيه مثلا، ده اكبر من كده بكتير بس نقوله جنيه، وانك تبيعه للمستهلك بتكسب نفس الجنيه في يوم اللي انت كسبته في شهرين ونص او 3 شهور. انا اقول لك حاجه، انا مشكلتي في الارانب ان انا اعتمد على اللحم فقط في البيع. ده اللي بيفشل مزارع الارانب، اي مزرعه ارانب. لحم فقط في الوقت الحالي. الاول كان ممكن يعني مع لكن الكميه الكبيره انت ممكن. لو بتخترع اي حاجه، يعني في افكار كتير ابداعيه. يعني ممكن واحد يعمل جنب مزرعه الارانب دي يستخدم الزبل بتاعها والسبله بتاعتها، وان هو يعمل مزرعه تاني كومبوست، منتج ثانوي. فيعدد مصادر الربح من المنتج ده. المنتج الارانب بيجي في اوقات في السنه بيحقق ارباح عاليه جدا، بيجي اوقات في السنه بينهار جامد في الارباح بتاعته. فده بيخلي ان المزارع كتير تقع في اللحظه دي، لحظه انهيار المكسب ده. لكن هو لو قدر يعمل توازن في المزرعه، ان هو يوزع الارباح دي على مدار السنه كلها، هيقدر يستمر. لكن هو بيفضل يعلى معدل الارباح بتاعه، ومره واحده يلاقي نفسه يبدا يتوسع جامد، يبدا تيجي المزرعه تاني في المرحله اللي انخفض فيها الارباح، يلاقي نفسه مش قادر يصد عليها، فيجي جاي مصفي. ممكن دي ترجع لعدم دراسه المشروع كويس. لازم واحد اللي بيخش مزرعه الارانب دي لازم يكون عارف ان المنتج بتاعها مش كل سنه هكسب. وده موجود في مشاريع كتير قوي. يعني انا برضك من ضمن الحاجات اللي انا مريت بيها وشفتها في شغل المحلات الفراخ ذات نفسها كمحل فراخ فقط. اغلب محلات الفراخ بتعتمد على موسميه الانتاج. يعني مثلا في شهور موسميه زي رمضان، زي راس السنه والحاجات والفترات ديت بيبقى فيها بيع جامد قوي، او فتره الصيف فيها بيع جامد قوي. يجي في الشتاء البيع يقل. هو بيعتمد على فتره بيكسب فيها كويس قوي، بتعوض له الفتره اللي بيقل فيها المكسب. وتقريبا مفيش منتج مش موسمي في السوق. يعني انا ما شفتش حاجه ما بتتاثرش فيها فترات بيع عاليه وفترات قصيره. بس الموسميه دي بتختلف. يعني مثلا في موسميه بتكون خلال الشهر نفسه، بدايه الشهر واخر الشهر. كل الناس بتتعرض لموضوع موسميه الشهر دي. الناس في الغالب اغلب المستهلكين الموظفين بيقبضوا، بيحصل عمليه شراء جامده قوي في بعد فتره القبض دي. اول الشهر لما تيجي توصل نهايه الشهر، الناس متطلباتها واقبالها على الشراء بيتغير. ده كبيع للمستهلك، وكمحل كارنب ديليفري. طيب انا عايز اسالك سؤال.
ان المزرعه بيبقى وضعها مختلف، لان انتاجها طول الشهر بيبقى مستمر وبيطلع على فترات متقاربه بس مش هيقدر يبيع بنفس الاسعار طول الشهر. طول الشهر. هيجي في فتره هيجي يلاقي السعر شادد وفي طلب في السوق جامد، في فتره هيلاقي لا هو السعر ما رايق. بيبقاش السعر متغير قوي، بس بيبقى في سحب اول شهر جامد، واخر الشهر بيبقى الدنيا نايمه شويه، والتاجر او المحل اللي بياخد منه بيبقى تقلان عليه شويه. في سؤال صغير بس عايز اساله لك مهم قوي. طب انا اقدر اعمل كده لان انا العدد عندنا اقدر احكمه. انت كان ممكن تعمل كده لان عدد المزرعه، عدد الامهات وعدد الانتاج عندك كنت قادر تحكمه، فكنت قادر تبيع للمستهلك. انا كان في حد عملت معاه حلقه برضو عنده مزرعه كبيره في البحيره، قال لي انا ما اقدرش اقطع رجل التاجر من عندي. قال لي انا بوزع للمحلات وكل حاجه، بس انا ما اقدرش اقطع رجل التاجر اللي عندي عشان مش هقدر اصد على العدد اللي عندي. لو انت مكانه هتعمل ايه؟ لو عندك مثلا كل شهر بتطلع 1000 ارنب مثلا، 1000 ارنب ده يعني 2 طن مثلا. انت تقصد ان انت عاوز تفضل تاخد المكسب الكبير بتاع المحلات وفي نفس الوقت عندك كميه كبيره مش عارف تعمل فيها ايه. انت دلوقتي عايز تبيع للمستهلك او تبيع للمحل. ما هو انت تبيع للمستهلك، ما هو انت تبيع للمحل ده زي هتبيع للتاجر على فكره، معلش بتفرق دلوقتي قوي. هو انت يا اما تبيع للتاجر والمحل، يا اما تبيع للمستهلك. انا بقول لك بكسب جنيه في التربيه وجنيه للمستهلك عشان بكسب المستهلك، انما لو بعت للتاجر او للمحل هكسب نفس الجنيه بتاع التربيه بس. فاهم؟ انت بقى لو مكان المزرعه الكبيره دي، انت فكر دلوقتي كده. لما تكون انت مزرعه واخد الموضوع من اوله لاخره، يعني من اول مرحله في الانتاج لغايه المستهلك، طول ما انت حجمك صغير ممكن تقوم بكل ده. كل ما حجمك يكبر هتضطر تتحول لكذا مؤسسه تحت المؤسسه الكبيره دي. يعني مثلا انت دلوقتي عندك المزرعه بتديرها، المزرعه بدات تكبر هتحتاج ناس تشتغل تحت منك. البيع عندك بدا يزيد، هتحتاج لحد يتابع لك البيع ده، هتحتاج لحد يكون خدمه عملاء بيتابع الاوردرات دي، بيركز، هتحتاج لحد بيوصل مخصوص. فهتبدا المؤسسه تكبر، هتتحول عندك بقى الشغل مع الوقت. وده بشوف في الشركات الكبيره ان بتبدا تتحول لمؤسسات. يعني انا لو بنتج 2 طن كل شهر واقدر ابيعهم للمستهلك، لو اشتغلت ووسعت شغلي وعينت ناس كل واحد في مكانه. لو انت هتحتاج حد بيوصل وحد بيتبع، هتبقى عندك مع الوقت كذا اداره. انت دلوقتي بتدير ادارتين، عندك اداره للانتاج وعندك اداره للتوزيع والتسويق. الكلام اللي انت بتقوله ده عشان انت فاهم تسويق، انما لو مربي الارانب مش فاهم تسويق ومش متعلم تسويق مش هيعرف يعمل الكلام ده. انا اقول لك بقى الكلام ده اتعلمته منين؟ ما اتعلمتوش من التسويق. انا الكلام ده اتعلمته، انا قعدت 10 سنين بشتغل في شركات. الشركات من جواها عباره عن ادارات، وكل اداره شغلها مستقل، اداره بتسلم اداره. انا عندي اداره في المصنع بتنتج، مسؤوله كل وظيفتها ان هي تطلع انتاج مش اكتر. هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيطلع انتاج. عندي اداره اسمها اداره الجوده، هي اللي وظيفتها بتراقب على الانتاج ده ان انت ازاي تطلع انتاج بجوده عاليه. عندي اداره التسويق وظيفتها قاعده شغاله بتبيع. عندي اداره مسؤوله عن الخامات والتوريدات للشركه. فانت المفروض ان المشروع كل ما عشان يكبر يبقى يفضل يتطور ويكبر، وانت ما تحتاجش التاجر او تحتاج لحد ان انت وكيل يبيع لك. انت محتاج ان انت تحول بقى شركتك تكبر، تبقى فيها كذا اداره. ولازم يعني ما تحاولش بقى يعني تاخد الموضوع بصدرك كده وتقول انا سوبر هيرو وهعمل كل ده لوحدي، هصد لوحدي. لا، لازم تبدا تتعلم تفوض جزء من شغلك لحد تاني. ده اللي هيخليك مؤسسه بتتطور بقى افقيا، ان انت يبقى عندك كذا اداره تحت منك. تبدا سنه سنه انت موضوع البيع ده تسيبه لحد هو اللي مسؤول عنه. طبعا انت بتديره، يعني انت اللي بتدربه وانت اللي بتطوره وانت اللي بتحط اسس التطوير ده. وكمان لو انت ما عندكش الامكانيات ان انت تعمل كل ده، انت بتجيب خبرات. مش لازم تكون سوبر هيرو في كل حاجه في الشغل. انت ممكن توكل حد يكون عنده خبره في الجزء ده، في توزيع الشغل، في تقسيمه، وده ممكن دلوقتي في مصر في الايام اللي احنا فيها دي ممكن نلاقي الاشخاص دي اللي تقوم مكاننا بالدور ده مظبوط اصلا. هو في ناس كده، بس للاسف انت عشان تجيب ناس كده بتحتاج تبقى يعني مش عارف ممكن نقوله ايه، بتحتاج تدور كتير. بيبقى عندك مشكلتين لما تلاقي عاوز تشغل حد خبره كده. اول حاجه ان انت بتحتاج تديله مرتب عالي،
بالاضافه ان انت لما يكون حجم مؤسستك صغير، اغلب الناس اللي بتبقى عندها خبرات دي ما بتقدرش تشتغل في المؤسسه الصغيره. فانت بتحتاج تنتقي حد لسه عاوز يكبر، بس انت تشوف فيه ان هو الشخص ده هينفع. في احجام المشاريع الصغيره بتعمل بقى ده ازاي؟ ان انت كل شويه بتجيب حد، بتضطر تتحمل ده، تجيب حد يشتغل معاك ويطلع مش كفاءه، فتجيب حد بداله، وهكذا لغايه ما تلاقي نفسك وقعت على حد هو ينفع يتطور ويكبر، زي يبقى يعني ينفع يدير لك المؤسسه. هو مش مدير، انت مش جايبه مدير، بس انت دربته من الصفر انت لحد دربته ما وخليته قدر مدير. يدير وده انا مريت المؤسسة. بيه بالتجربه، يعني شفت يعني اثناء شغلي عدى عليا ناس كتير اشتغلت. جالي يعني واحد اشتغل كان اصلا في الهدف ان هو جاي يوصل، وكمان كان حتى التوصيل مش حتى يعني كان توصيل حوالين المحل، زي يعني ايه شاب صغير بيوصل اي حاجه. سن انا حسيت فيه ان هو امين. اول حاجه دي طبعا اهم حاجه في الشركات الصغيره، لان هي بتبقى الشركات الصغيره لسه ما عندهاش السيستم والاداره المحكمه اللي تمنع ان حد يكون فيه سرقه او حاجه زي كده. فطبعا شرط اساسي في شغلك تدور على حد امين. تاني حاجه هو عاوز يطور من نفسه وعاوز يدي المؤسسه. فلقيت مع الوقت ان هو نجح فعلا ان هو يكون مدير، رغم ان هو كان اصغر واحد اشتغل معايا، ومع ذلك نجح جدا في الاداره. فبرضك مش شرط السن ولا الخبره، بس هو ما كانش ليه، هو ما كانش يعرف ان هو هيبقى كده. هو ما كانش يعرف ان هو هيكون ناجح ولا يعرف يبقى مدير. اما اتحط في مسؤوليه شالها وشالها حط كويس. في المسؤوليه شالها كويس، وعرف يطور من نفسه، وعرف يفهم المؤسسه دي يتم ادارتها ازاي، وبقى مدير. بس ده شاب مكافح قوي وده مش موجود منه كتير. لا ده للاسف، نادرا صعب, جدا. صعب جدا. بس انت يعني اما في شاب هتلاقي. صغير كده اقل من 20 سنه ويفرم نفسه شغل عشان هدف معين في دماغه عايز يوصل له، ده من كل مليون واحد، مش عايز اكيد اقول لك طبعا 100. اكيد. وانا كل مليون واحد في واحد بس ممكن وانا يكون في شغلي بيفكر حاليا كده. برضك بشوف احنا كتير كده بنمر على بيه. فكره. اعتقد انت كده من بعد الشركه، يمكن على كبير شويه، وانا كنت كده من هتلاقي وانا حد صغير. زينا بقى ازاي؟ دي عمليه صعبه صعبه. شويه. طيب انا هسالك سؤال يعني. على فكره ده مش تكبر ان حد زينا، بس هو فعلا هو دلوقتي اغلب الشباب ما عندهمش ما عندهاش مثابره. حافز. دي اساسي. ما هو عندهاش حافز. عدم وجود حافز عشان ما عندوش امل. هو مش حاسس انه هينجح، هو مش حاسس ان هو ممكن يحقق النجاح، يلاقي النجاح، وما عندوش امثله حقيقيه قدامه، وان هو بيشوف في البيزنس شباب مثلا طب هو صغير النجاح منهم. سهل ولا صعب؟ لا صعب جدا طبعا. طب وانت شايف ارنب دليفري، محل سهل ارنب جدا، بس دليفري؟ اقول لك حاجه من غير ما اقطع كلامك. ها. هو صعب، بس سهل جدا لو انسان عنده خطأ، يعني عنده مثابره وعنده صبر. حط خطوه صغيره ووراه خطوه صغيره، خطوه صغيره وراه خطوه صغيره. هو مش محتاج الخطوات دي مجهود كبير، بس محتاج صبر، ان هو يكون عنده استمراريه. يعني لو قليل حاجه قليله، خطوات بسيطه صغيره، بس الخطوات الصغيره دي ورا بعض ورا بعض ورا بعض تحقق نجاح في الاخر. فعلا عندك حق.